من 30 سنه او اكتر كمان احنا بنعمل الحواوشي ده. وعلى فكره انا اسكندراني، فعارف يعني ايه حواوشي اسكندراني. انا بعتذر لكل الناس اللي بتعمل حواوشي هنا، انتوا ما بتعملوش حواوشي، انا اسف. انتوا بتعملوا اي حاجه تانية، سموها عيش باللحمه، يعني قولوا اي مسمى، لكن مش حواوشي. بقى ما نعمل او نشرح للناس طريقه الحواوشي، لازم نوريهم ان المصدر بتاعنا بيبقى حواوشي لحمه بلدي. تمام. وايه نوع اللحمه؟ هناخد 50% احمر مع 50% لحم ملبس. لحمه بلدي. لحمه بلدي 100%، وهيشوفوها قدام عينيهم. هنشوف مع بعض دلوقتي بقى سر صنعه الحواوشي الاصلي الاسكندراني. دي العجينه بتاعتنا، عباره عن خميره وميه وملح وزيت. ودي اللحمه اللي احنا قطعناها قدامكم في الاول. ودي الخلطه اللي بتتحط على اللحمه دي، بقدونس وطماطم وبصل وفلفل اخضر حامي او عادي زي ما انتم بتحبوا. دي خلطه البهارات انا عاملها، هقول لكم على النسب بتاعتها قد ايه وتركيبتها ازاي. وده الملح، وده السمسم وحبه البركه اللي بيترش على الوش قبل ما يدخل الفرن على طول، الحواوشي الاسكندراني. وده الحواوشي بتاعنا اللي انا بتحدى بيه اي حد في مصر ان هو يكون بيشتغل بتركيبه اللحمه البلدي دي. ده شيء مستحيل. زائد خلطه البهارات السريه بتاعتنا اللي بتدي تيست، واللي شهر الحواوشي بتاعنا في مصر كلها، واللي هقول لكم عليها في اخر الحلقه، هديكم النسب بتاعتها ايه. انت مميز هنا في مطعم سويس كورنر يا جماعه في مدينه نصر بالحواوشي، حاجه بجد فريده في مصر. من 30 سنه او اكتر كمان احنا بنعمل الحواوشي ده. يلا بينا نبتدي. طريقه التصنيع ازاي؟ الشيف بياخد جزء من اللحمه اللي اتفرمت على حسب الرغيف بتاع الحواوشي، وبيحط عليه البهارات والملح والخلطه بتاعه الخضار اللي قلنا عليها، وبيتقلب كويس. بياخد بقى اول كوره من العجين، بيفضل يفرد فيها كويس جدا، حطها على جنب. بياخد الكوره التانية اللي هي برضو بتاعت نفس الرغيف، بيحشي بقى جواها الخلطة اللي هي اللحمة بالبهارات بالخضار، بيحط الكرة التانية اللي اتفردت عليها، بيساويها، وبعد كده بيلفها بالطريقة دي. صينية مدهونة زيت بيتحط فيها رغيف الحواوشي، بعد كده بتتفرد بالشوكة بتتخرم، وبدهنها تاني زيت فوق الوش. حبة البركة بقى والسمسم، وتخش الفرن. بعد تقريبا ربع او تلت ساعة بتطلع، او زي ما انتم شايفين، ولا بقى غلفها بفويل ولا اي حاجة، والرغيف طالع زي الفل. بصوا الجمال بقى، بصوا الحواوشي الاسكندراني الاصلي اللي احنا هنشوفه مع بعض. بصوا الجمال، الله 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 الله. وده الحواوشي القاهري المتعارف عليه في العيش البلدي العادي. بس بصوا الخلطه. انت كده بقى لازم تدوق، لا ما ينفعش عشان تعرف الفرق بين الحواوشي ده واي حواوشي في مصر تاني. وعشان اقول لك كمان سر الخلطه ايه اللي انا ما بقولهاش لحد، طيب اللي الناس داخله وراها بقى لها 30 سنه. ندوق. بسم الله. اسكندراني. نقول بقى انواع البهارات: جنزبيل، قرفه، قرنفل، حبهان. قول. جنزبيل وقرفه وقرنفل وحبهان وزعتر وجوز الطيب، بس زودوا الجنزبيل شويه. ده السر بتاع البهارات. ده السر بتاع البهارات واللحمه البلدي. ده الحواوشي الاصلي اللي انا بشوفه بيتعمل في القاهره. انا سامحوني معلش، مش تحيز عشان انا اسكندراني، لكن ما بشوفش ان هو حواوشي خالص. بجد تسلم ايدك. ألف مش هنا وشفا. مجامله، انا معروف ان انا ما اعرفش اجامل حد. تيست عالي جدا، اكني فعلا في قلب الاسكندريه وزمان كمان. برافو عليك. هو ده الحواوشي الاسكندراني الاصلي بقى. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا النهارده من حلقه برنامج سر الصنعه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.